اكتب بالتعليقات العدالة 888 إذا حسيت إنه هاي الرسالة إلك. الكون هلأ عم بيشتغل بصمت والعدالة بلشت تتحرك، بس مو ضدك، بالعكس عم تشتغل مشانك. ركز طاقتك معي بالأوراق، فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات وانقر مرتين على الشاشة. في شي كبير عم ينطبخ ورا الكواليس، وكل وجع مريت فيه ما كان عبث، كان درس وميزان. خليك معي بهي القراءة لأنه فيها رسالة قوية من ملائكتك إلك. شايفتك هلأ تعبان، عندك وجع واضح لأنه حدا من الماضي رجع تصرف بنفس الطريقة يلي وجعتك من قبل، وكأنه ولا مرة حس بتعبك أو احترم مشاعرك. الملائكة عم بتقلك خلص لا تعطي طاقتك لهذا الشخص بعد اليوم. انت عطيت كتير، يمكن حب، يمكن وقت، ويمكن دعم مادي أو حتى طاقة، هو بالمقابل عطاك وجع وخيبة. واضح انه هالإنسان بضل يرجع ويفتح نفس الدائرة، نفس الوجع ونفس السيناريو يلي كان كل مرة تقول فيه خلص هالمرة بتكون غير، بس لا، رجع وكرر نفس الغلط. الملائكة شايفين وجعك وعم بيقولوا لك انه العدالة قريبة. يمكن انت هلأ حاسس بالرغبة انك تواجه او ترد او حتى تنتقم، بس الكون عم بيهمس لك لا تعمل شيء، خلي الامور تمشي لحالها لانه العدالة الكونية رح تتكفل بالموضوع. انت محمي، واللي ظلمك رح يواجه نتائج تصرفاته بدون ما تحرك اي ساكن. يمكن تتفاجئ قديه رح تنقلب الموازين بسرعة، وقديه هيدا الشخص رح يندم ندم حقيقي على الاشياء اللي عمله فيك. واضح انك بكيت كتير، يمكن حتى شكيت بحالك وبقيمتك، بس خليني اقول لك شغلة، انت اشتغلت على حالك روحيا، طهرت طاقتك وعرفت قيمتك الحقيقية. التعامل مع هيدا الشخص من جديد صار نزول لمستوى ما بيلبق لك ابدا. انت فوق هاللعبة وفوق التلاعب وفوق الكذب. قريبا جدا رح يصير حدث يخليه يعيش الندم نفسه، رح يدفع ثمن اللي عمله، ورح يحس بنفس الوجع اللي خلاك تحسه ويمكن أكتر. رح يرجع لعندك، بس مو لأنه تغير، لا، لأنه الكارما رجعته ليتعلم الدرس. الملائكة عم تطلب منك توجه تركيزك لشيء أكبر، على مستقبلك، على شغلك، على مشروع أو فرصة مالية كبيرة عم تنفتح قدامك. أنت خلصت من مرحلة الألم وهلأ داخل مرحلة العدالة والنهوض. كل وجعك السابق كان تحضير لهيدي المرحلة، ويمكن رح تلمع فيها وتنجح. خلي الماضي ياخد جزاءه، ركز على النور اللي جاي لعندك. انت داخل على دورة جديدة من الوفرة، من النمو، ومن السلام الداخلي. قبل ما نختم القراءة بدي أقول لك إنه الأبراج اللي ظهرت طاقتها بهيدي الرسالة كانت واضحة جدا: برج الميزان، برج الجدي، برج العقرب، برج الجوزاء، وبرج الثور. وتذكر هيدي القراءة عن الطاقة، مو بالضرورة عن الأبراج نفسها، فخذ منا اللي بيحكي من عن قلبك وترك الباقي للكون. إذا حسيت إنه هيدي القراءة إلك، اكتب بالتعليقات العدالة 888 وخلي طاقتك توصل للكون. عمل لايك وشارك الفيديو مع حدا أو مع شخص بتحس إنه محتاج يسمع هيدي الرسالة اليوم. وإذا حابب قراءة خاصة مفصلة عن طاقتك الحالية، فيك تحجز من الرابط الموجود بصندوق الوصف.